مساء الخير على كل حبايبنا. يا رب الكل يكون بخير. اتفاجئت كده وانا قاعد ان في مباراة بين النادي العظيم، النادي العالمي واقوى نادي في العالم، النادي الاهلي، مع نادي سيراميكا في بطولة العاصمة الدولية اللي العالم كله بيشوفها. بطولة كأس العاصمة الدولية اللي العالم كله بيشوفها. بعد ما شفنا امبارح نهائي كأس العرب، والمباراة اللي ما تتنسيش، المباراة اللي كلنا استمتعنا بيها، اللي كان فيها كورة لحد آخر لحظة في الماتش، مش عارفين مين اللي هيكسب. شفنا كورة بجد، شفنا لعيبة كورة، في لعيبة بتستلم وتسلم، في كورة بتتلعب. اتفاجئت بقى دلوقتي ما شاء الله ان النادي الاهلي العظيم بيلعب مع سيراميكا. واتفاجئت اكتر ان لاعيبتنا الدوليين، لاعيبتنا اللي ما فيش ما جاش زيهم في التاريخ، بيلعبوا لسه وبيكملوا، مفيش اي مشكله. كابتن سولية نازل، وكابتن محمد شريف، والناس ولا كأن في اي حاجه، ولا كأن في اي مشكله، ولا كأن دمنا اتحرق. انا مش عارف الناس دي بتلعب ليه بجد. انا بسأل اي مدير فني بقى، الناس دي بتلعب ليه؟ الناس دي بتلعب كوره ليه تاني؟ احنا بعد اللي حصل ده فضيحه فضيحه. يعني المفروض الناس دي بقى خلاص، ما خلاص اعتزلوا بقى يا جدعان، اعتزلوا، كفايه كده، كفايه بجد. احنا اتخنقنا وزهقنا من الاشكال دي، اتخنقنا. ده احنا من 2018، من ساعه ما وصلنا كاس عالم في روسيا. ده احنا الفرقه دي مش ما فيش تغيير، ما فيش تغيير. فين يا جدعان الناشئين؟ فين الناشئين؟ ما بقى النني وصلاح والسوليه وتريزيجيه، هو ايه الناس دي يا جدعان؟ مش هتخلص، مش هتخلص بقى ولا ايه؟ هنفضل طول عمرنا عايشين على النني وصلاح وسوليه لو المشكله ان النني بيمشي بيجي اللي هو بقى اسوأ منه، اسوأ منه، حمدي فتحي. وقبل حمدي فتحي كان في طارق حامد. يعني احنا موعودين بشويه مكسحين وناس ما عندهاش اي فكره عن الكوره، اي فكره عن الكوره. حمدي فتحي للنني لطارق حامد يعني انا مش يعني احنا اخر مره نفتكر، احنا بنشجع كوره ونشوف كوره من زمان. يعني اخر كوره حلوه شفناها ايام حازم وعبد الستار، وبعد كده ابو تريكه وحسني، وبعد كده مفيش. خلاص من 2010 احنا مفيش. كله ضرب، كله طلع ضرب بجد يعني. امبارح بنشوف لعيبه كوره ونقل من لمد، والكوره سهله، كوره سهله بتتلعب، مفيش تعقيدات. انما احنا رحنا البطوله العربيه استهتار ولا مبالاه، وخد معاك اي حاجه. والكابتن الكبير كابتن هنا ابو ريده، خش امسك انت يا حلمي، ماشي يا حلمي. هو اي حد يقول لك امسك حاجه يا حلمي تمسكها؟ ايه ده؟ اتفضحنا واتبهدلنا ومفيش اداء. انا مش فاهم يعني انا شايف الماتش النهارده شغال الاهلي وسيراميكا، جماهير مش عارف 100 واحد قاعدين ولا ايه، وعاملين والناس عماله تشجع تقول العب يا اهلي، يلعب يا اهلي ايه؟ يلعب يا اهلي ايه بس؟ وقرف ايه؟ ده فرحتي انا الاهلي ياخد بطوله كاس العاصمه ولا ياخد الدوري زي كل سنه، ما بيدوا له الدوري بيفرحوه زي برضو السوبر المصري. راحوا عملوا له فرح في دبي عشان يفرحوه. انا ما افرحش من الاهلي ياخد دوري، وما افرحش لو اي نادي من مصر خد دوري، ولا ايه المشكله؟ ايه المشكله ما ده ياخد دوري ده ياخد دوري؟ ايه المشكله؟ لكن احنا شكلنا بره قدام المنتخبات. شكلنا ايه احنا قدام المنتخبات العربيه اللي كانت بتلعب؟ المنتخبات كلها لعبت كوره الا احنا، كل المنتخبات لعبت كوره. ما شفتش منتخب فاشل ولا اسوأ كوره بتتلعب، اسوأ كوره. ومش المنتخب ده بس، يعني برضو المنتخب الاول برضو ما شاء الله ما يقلش عنه يعني. يعني بفككم من ماتش نيجيريا ده وماتش ودي والدنيا كده، بس احنا ما بنلعبش كوره، احنا مضغوطين طول الماتش، احنا ما بنعملش حاجه، ما بنعملش اي حاجه. يعني بطوله افريقيا اللي جايه دي لو اتضغطنا شويه من كذا فرقه
مع الضغط مع الغلطات خلاص شكرا شكرا. مين اللي هيستحمل كل الضغط ده في الدفاع؟ الله الله لو جبت مين حتى. لان انت ما بتضغطش انت وتضغط على الخصم ويبقى في كور. يا جدعان اتعلموا بقى كوره بقى، اتعلموا كوره بجد. كفايه 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 محمد شريف، كفايه النني، كفايه السوليه. محمد شريف ده زيه زي بالونا قبل كده بمروان محسن، اتبلينا بمروان محسن. برضه فتره عقيمه ولعيب تعبان وبينهج وحاجه فضيحه فضيحه. راح كاس العالم يعني هي حظوظ، بصراحه حظوظ ان مروان محسن هو اللي يبقى المهاجم بتاعنا في كاس العالم. ازاي ما اعرفش ان مروان محسن يبقى المهاجم بتاع منتخب مصر في 2019؟ ازاي ما اعرفش؟ يعني احنا يا جدعان كل السنين دي مش قادرين نطلع مهاجم. فين يا جدعان المهاجمين يا جدعان؟ فين يا جدعان الناشئين يا جدعان؟ فين الناس المسؤوله في مصر؟ ايه حلم طولان والكابتن حلمي امبارح طالع مع كابتن مدحت؟ يعني مش عارف بقى ايه بقى يعني ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه يا جدعان؟ ده مفيش دم خالص. هو الناس مبقاش عندها دم؟ طالع بتتكلم في ايه وتحلل في ايه وتقول ايه وانت لسه خارج بفضيحه؟ لا اداء ولا لعب واللي هم الفريق الثالث الرابع بتاع الاردن شايلك ثلاثه، طلع تتكلم تقول ايه؟ ده وجاي الكابتن مدحت بيساله يقول له انت كنت ممكن تختار مين وما ينفعش انت تجيبه؟ بيقول له عبد الله السعيد. بص الفكر، بدل ما يجيب ناشئين ولا ناس بيقول له عبد الله السعيد. عبد الله السعيد اللي بيشطب من ساعه كاس عالم في روسيا، كان بيجري بالعافيه في الملعب. عبد الله السعيد. انتوا بتفكروا ازاي يا جدعان؟ بتفكروا ازاي؟ احنا ما فيش ولا غير عبد الله السعيد و... والسوليه والنني وتريزيجيه الناس دي خلاص يا جدعان. كفايه كفايه. منتخب المغرب اللي كسر الدنيا ودغدغ الدنيا في كاس العالم الاخيره في قطر، وما شاء الله يعني مركز رابع. لو احنا مكان المنتخب والله ما هنسيب الفريق ده، هيفضل زي ما هو كده 50 سنه قدام لما نمصهم خالص نجيب اخرهم. انما لا، منتخب المغرب كاس العالم اللي جاي هتشوف لعيبه جديده فيه، وهتلاقي فيه دم جديد، وهتلاقي فيه في ناس جديده اتضمت للفريق. لازم يكون فيه كده. انما انا من 4 سنين العب بالفريق وهو نفس الفريق، افضل انا كل 4 سنين هو نفس الفريق؟ ايه يا جدعان؟ ما خلاص بقى، خلاص بقى اشتغلوا شويه. الاهلي دلوقتي بيلعب سيراميكا في البطوله العبيطه اللي عاملينها دي، اللي ملهاش اي لازمه ولا شكل ولا ملاعب ولا فيها جماهير ولا فيها اي حاجه. وبيلعب برضه بالفريق اللي هو خلاص لازم هياخد بطل العالم. هياخد بطل العالم. منزل محمد شريف وطاهر ومنزل مش عارف، مع ان يعني لعيبه اصلا مكسحه ما لهمش لازمه ومقتنعين بيهم برضه. يعني برضه كان من احلام حلمي طولان انه ياخد طاهر. والناس دي لا دوليين ولا هم بيلعبوا دولي ولا ليهم اي قيمه، وبيلعبوا بس مع الاهلي كده. والفرق تعبانه في افريقيا، بياخدوا افريقيا فرق انديه تعبانه انديه. والاهلي هو اللي بيعلن الوهم ان هو عنده احسن لعيبه وبياخد بقى افريقيا وبياخد مش عارف ايه. ومفيش الكلام. لعيبه تعبانه، لعيبه تعبانه كلها. احنا ما عندناش لعيب دلوقتي بجد يفرح، لعيب كده يحسسك انك مطمن. يمكن صلاح شويه، مع انه صلاح مستواه برضه نزل برضه لعامل السن. تريزيجيه برضه كبر، مش زي الاول. بس انتوا يا جدعان هتفضلوا ماسكين في الناس دي لحد امتى؟ لحد امتى هيفضل هو ده المنتخب بتاعنا اللي هو خلاص احنا صلاح وتريزيجيه لحد امتى؟ لحد امتى؟ كابتن حلمي امبارح بيقول لك انا كلمت احمد حجازي اللي مشطب وبقاله كام، يعني انا مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه. ما تشوف منتخب الشباب اللي كان مع اسامه نبيه، هو كان مدرب فاشل وعشان كده بوظ المنتخب في بطوله كاس العالم. لكن كان معاه لعيبه كويسه. في مدافع اسمه مش فاكر اسمه ايه، فايد، كان ممتاز جدا. ما تجيبوا البطوله دي، ما تجيبه يلعب، ما تجيبه يلعب وياخد ثقه ويلعب. ما تجيبوا الناشئين دي تلعب وتاخد ثقه. يميل يامال دوت 17 سنه، 17 سنه، خد بطوله اوروبا الاسباني. واحنا هنا لازم الواحد يجيب يقفل ال 30 ويقول لك لا خبره بقى، يبقى العب بقى خبرة. يكون بقى هنج بقى ومش قادر يمشي والدنيا باظت معاه، يقول لك لا انت كده خبره. احنا ماشيين كل حاجه غلط، كل حاجه اختيارات غلط ولاعيبه غلط
ما تجيبوا الناشئين اللي لعبوا في كاس العالم وشوفوا مين اللعيبه في لعيب اسمه خضير ده ولا خضر اللي جاب الجون في تشيلي. يعني لعيب جامد، لعيب جامد ولعيب زي ده في سنه ده ويجيب جون في اخر كوره في الماتش ويجيب الفاول ده كده، اكيد ده لعيب جامد يعني.